وليل دي سندريلي، الدفاية الفطار نضفي شيل الغبار، يلا اتنسي يلا افرحي ممنوع تسري ريحي، بتلف طول اليوم حتى بعد ميعاد النوم يندهولها يشيلوها. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما، دي بدل سندريلا سندريلا. صلوا على النبي، تفزيد النبي صلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. فضلا وليس امرا، قبل ما تتلخموا معايا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا متابعه للصفحه واشتراك في القناه ولايك لشير للفيديو لو عجبكم الفيديو. النهارده الفيديو مليان تفاصيل كتير 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 جدا، وحاجات كتير هنعملها مع بعض. يمكن هنبتدي من اول ما نصحى زي ما انتم شفتوا لحد ما ننام، كله مع بعض. النهارده بقى انا حبيت اوريكم ما بعد الكواليس والمفاجآت اللي هتشوفوها في اخر الفيديو. ودايما انا بقفل معاكم لما بخلص الاكل، لكن انتوا بتشوفوا ايه اللي بعد الفيديو وايه اللي بعد الاكل قليل قوي لما بتشوفوه. النهارده بقى هتشوفوا كل التفاصيل دي. هاتوا بس كده كوبايه الشاي بتاعتكم، كوبايه النسكافيه بتاعتكم، ولا كوبايه القهوه. وانا عارفه انا بنزل لكم طبعا بعد الفطار، الكلام ده للناس اللي بايه بنزل لها الفيديو بعد الفطار، لكن اللي بتتفرج بقى وبتسلي صيامها اتفرجي بقى مش مشكله من غير اي حاجه، مش لازم تشربي حاجه. المهم انا جبت فرخه مقطعه 4 واديتها كده ايه طرنشات كده علشان ايه نظبط التتبيله بتاعتها. حطيت ايه في التتبيله؟ شفت انا حطيت خل وحطيت صيا صوص وحطيت زيت وحطيت روزماري فريش من الجنينه عندي وحطيت كيس خلطه فراخ مشويه. بس هظبط التتبيله وازود عليها حاجات بعد ما اخلص، بس مش دلوقتي. دلوقتي هقطع بصلايه، هقشر بطاطس. وجنة قلت لها يا جنة هاتي بقى الايه البلح كده علشان ايه نبتدي تخليلي يعني منه النوى وننقعه في اللبن. انا عايزه اقول لكم في اليوم ده انا كنت متاخره لان كان عندي مدرسه جات للولاد وبتدي بقى للولاد ورا بعضها، فاتاخرت ما بتشيتش الا الساعه 4:30، فانا قايمه اشتغل الساعه 4:30 في المطبخ. فكان الوقت يعني كان قفز عليا قوي، بس انا عارفه ان انا الاكل اللي انا هعمله سهل وبسيط وما فيهوش حاجه يعني. وكان زياد عنده درس كمان، فكلمت الفرارجي جاب لي فرخه على طول، جابها لي يعني، ما بعتش حد من الولاد جابها. قشرت بقى البطاطس وقشرت جزر وقشرت فلفل وقشرت بصل وهغسلهم بقى كويس جدا وهقطعهم بقى كده ايه طرنشات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قطعيها التقطيعه اللي تعجبك بقى. النهارده معقول يا ولاد خامس يوم رمضان؟ النهارده 5 رمضان في مصر طبعا. بيجري بسرعه قوي، ولا احنا اللي كبرنا وبقينا حاسين ان هو بيجري بسرعه؟ زمان وانا صغيره قد ولادي كده كنت بقول اليوم طويل ورمضان طويل، 30 يوم كتير قوي. لا دلوقتي لا، الموضوع بقى مختلف، بتحسي ان هو بيجري فعلا. قشرت بقى قطعت البصل والجزر والفلفل والبصل وحطيت هنا بقى شويه توم، وحطيت انا دلوقتي بعمل التتبيله، حطيت سنه توم صغيره مش مكمله ربع، وحطيت الخلطه اللي انا عملتها دي. الخلطه اللي ماما عاملاها عباره عن شطه قليها في الزيت وعاملاها بتوم وهرساهم مع بعض، يعني هي شطه مقليه في الزيت وتوم. انا حطيت فلفل اسود وحطيت بهارات الحاجه وحطيت 7 بهارات. وقلبي بقى التتبيله دي كلها مع بعضها. اقول لكم التتبيله تاني: كيس خلطه فراخ مشويه من بره خلاص، وحطيت عليه روزماري فريش من عندي او مجفف عادي. هي الخلطه اللي انا بقول لكم عليها دي اللي ماما عاملاها، اللي هي فلفل احمر بتوم وقليهم في الزيت وضربهم في الكب. دي بنحط منها على اي خلطه كده بتبقى حلوه. استنى اما اشرب بقى شاي. بسم الله. طبعا انا بسجل لكم الفويس اوفر بعد الفطار يا جماعه عشان انا هخلص وهسيبه يحمل على طول وانزله لكم ان شاء الله يعني، فممكن ينزل لكم متاخر النهارده شويه. التتبيله عباره عن ايه تاني؟ خلطه فراخ مشويه من بره، فراخ مشويه ماشي، حطيت عليها روزماري فريش يا جماعه او مجفف من عند اي عطار او فريش هتلاقيه في الاسواق موجود. وحطيت توم وخلطه من التوم، او ممكن تحطي توم بس لو ما عندكيش الخلطه اللي هي بالفلفل ده، وممكن بقى تحطي فلفل مجروش او فلفل اللي هي الشطه دي، فلفل شطه يعني خلاص. وحطيت زيت وحطيت خل
ورحت حاطه تاني مزوده 7 بهارات، وحطيت بهارات مشكله، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود وزيت وخل، وزيت وخل. خلاص، يبقى الحاجات اللي انا حطيتها من عندي زيت وخل وصويا صوص، وحطيت اللهم صل على النبي 7 بهارات وفلفل اسود، وحطيت ملح وخلطة الفراخ المشوية، وحطيت روزماري. وزي ما انتم شفتوا كده قلبتهم كويس جدا مع بعض، ورحت حاطه الفراخ على وش البطاطس، ورحت حاطه التتبيله ودعكتهم بيهم كويس جدا، ودخلتهم الفرن على درجه حراره 200، وشغلت من فوق ومن تحت، وشغلت المروحه. هنا بقى كان عندي عرق سوس بلاه من امبارح، فحطيته كده وحطيته في الميه عشان يتنقع. الجو برد، فمش بحط من التلاجة ولا اي حاجه، لان الجو اصلا برد قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت بقى الجنة تجيب لي برطمان علشان اشيل الشربات اللي كان باقي من الكنافة. بصوا بقى هنا الفرخة بعد بالظبط ربع ساعة، قلت لا انا هغطيها علشان تستوي الاول، وبعد كده ابقى ارفع الغطا واخليها تتحمر، لاني لقيتها هتتحمر قبل ما تستوي. هنا بجفف البرطمان اهو، وهشيل بقى الشربات. وبتبقى حاجه حلوه قوي ان انت يبقى عندك شربات في البيت يا جماعه، لان اكتر الحلويات او الحلويات تما يعني بيتحط لها لازم شربات بارد وهي سخنه، الا البسبوسه الوحيده اللي لازم تبقى هي سخنه والشربات سخن، لكن كل حاجه لازم يبقى الشربات بارد. فاحسن ان انت تعملي كميه زي ما ماما عملت كده وتعينها في التلاجة. فانا شلت الشربات اللي كان باقي من الكنافه امبارح وحطيته بقى في التلاجة. بصوا بقى ده انا قلت ادعك عرق سوس علشان بالمره يبقى عندي مدعوك، علشان اللهم صل على النبي يبقى عندي على طول، يعني بيبقى خمران، بيبقى طعمه حلو، وبيبقى يدي نتيجه احلى يعني. يلا بينا بقى على على البوتاجاز، بدل عندي وقت. حطي يا جنة البخور ده هناك عند المطبخ عشان يضيع ريحه المطبخ من الاكل، علشان يبقى قبل ما ابتدي بحب ابتدي والبوتاجاز نضيف، لان انا من ساعه ما جيت طبخت عليه كام يوم اهو وما غسلتهوش. فخلاص بقى النهارده يمكن رابع يوم. انا دايما بصور الفيديو قبلها بيوم بنزله لكم تاني يوم، فده كان امبارح كان رابع يوم رمضان يعني. خلاص اول يوم ما طبختش، وتاني يوم لا ده انا طبخت عليه يومين كده بس، يوم واحد بس، لان اول يوم وتاني يوم كنت في البلد، طبخت عليه السحور والفطار، ودي كده الفطار التاني، يعني الفيديو ده الفطار التاني على طول. فلا خلاص ما كانش نضيف يعني، فقلت لا اعمله بقى اظبطه كده عشان اشتغل على نظافة وفي نظام كده. عايزه اقول لكم ان التفكير في الاكل، التفكير ان انت تعملي اكل اصعب من الاكل نفسه والله بجد. يعني انا عايزه حد يعمل لنا منيو كل يوم هنفطر ليه؟ لاني لا انا بقى ابقى جاهزه، ابقى صاحيه الصبح عارفه ان انا هطبخ كذا، دي بتوفر عليا مجهود فظيع. وانا لو سبت العيال بقى يعملوا لي هم المنيو، بصوا هياكلوني برجر، كنتاكي، بيتزا، كفته، حواوشي. لا الاكل ده علي يقيم عليا الحد على طول. الحاجات دي مطلوبه بس مش على طول يعني. بص الاكل يعني النهارده شويه رز بالشعريه كده هعملهم الاول. الاكل بسيط وجميل يعني، وهي حاجه حلوه كده. طبعا خلاص حطينا صينيه البطاطس بالفراخ في الفرن والدنيا كده تمام. شويه رز بالشعريه، وهنعمل حاجه كمان برضو حطيت لها انا الحله اهي، والمرقه اللي كانت باقيه من اللهم صل وسلم وبارك يا سيدنا محمد من اللحمه امبارح غليتها، وهنعمل بقى منها شويه ملوخيه حلوين كده من اللي انا واخداهم من ماما. وهقول لكم ازاي نعمل الملوخيه الناشفه بطريقه حلوه ومبسطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص عملت الرز وسقيت الميه بتاعته وظبطت الملح وسبته بقى. مش عارفه انا بكلم مين، حد من العيال اكيد، لان علي كان طول النهار في اليوم ده شغال في الجنينه وانا مش فاضيه والله اطلع معاه. ضربت كده طماطميتين 3 وهحطهم على المرقه، وهحط مكعب مرق كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
خلاص سبتهم بقى كده، وقلت بقى اما ابص على الفراخ لقيتها خلاص يعني ايه، قلت لقيتها لسه ما كملتش سواها، فهغطي عليها تاني الفويل واسيبها. انا كنت فاكراها خلاص استوت بس لقيتها لسه يعني، هغطي عليها واسيبها كمان شويه، هسيبها كمان ربع ساعه كده متغطيه بالفويل عشان اتاكد ان هي استوت. بصوا بقى المانجا انا مطلعاها من اول ما ابتديت على طول، وقشرتها وسبتها كده على الصينيه، فكت معايا هيت وسهله وجميله زي ما انا قلت لكم. يعني اول ما بطلعها من الفريزر وهي لسه مجمده بروح مقشراها بالقشره على طول علشان ما تاخدش معايا من لحم المانجا. لكن لو سبتها تفك بتاخد اللحم، القشر ياخد من لحم المانجا. لكن اول ما بطلعها وهي لسه مجمده بقشرها على طول وبعدين اسيبها تفك. بصوا بقى المانجا اللي انا كنت حطاها امبارح، مش انا بقول لكم المانجا كانت قليله على الكنافه، النهارده بقى وانا بطلع رحت مطلعه واحده زياده وحطيتها بقى كده، لان المانجا حلوه قوي في الكنافه، بتخليها طعمها مميز كده. قولوا لي فطرتوا ايه النهارده يا جماعه؟ النهارده في الدول العربيه 6 رمضان، لكن احنا النهارده 5 رمضان. يا ترى بقى العيد هيبقى نفس اليوم ولا لا؟ هو احنا كده شعبان جه كامل، فغالبا رمضان هيجي ناقص غالبا بنسبة كبيرة يعني، لان هو لازم يبقوا 2 كاملين و1 ناقص. فانا مش عارفة هو رجب جه كامل ولا ناقص، هو كده شعبان كامل، فغالبا رمضان هيجي ناقص 29. لكن في الدول العربية احتمال يبقى لو بقى 30 احتمال يبقى كامل عندكم، لان شعبان كان ناقص كده بالنسبة لكم يعني. بس احتمال يبقى العيد مع بعضه يعني كده، احتمال العيد مع بعضه، لان انتوا احنا هنصوموا ناقص يوم وانتوا هتصوموه كامل 30 يوم. فمش عارفه، انا مش عارفه انا كده بتكلم صح يا ولاد ولا اسكت احسن؟ اسكت يا احسن. المهم ان احنا كده احنا 5 رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. انا بتكلم وبعدين حسيت ان انا تهت مره واحده كده. المهم العصير اللي انا عملته، انا عملت عصير المانجا وفضيته، والعصير اللي انا عملته ده السفندي بالجزر اللي ماما كانت عاملاه، بس قشرت عليه برتقان بسرعه. عايزه اقول لكم والله خلى طعمه خطير، خلى طعمه حلو قوي كده. انا خلصت العصير ورؤى عملت السلطه، جنة عم بتعمل السلطه جنبي اهي، خليها بقى تقف جنبي تعمل معايا السلطه، تناولني كذا تناولني كذا، ومش هي لوحدها ورؤى كمان. اغسلي لي المواعين، رصي لي المواعين. لكن في اليوم ده انا عشان واقفه متاخر بقيت اخلص وارمي في الحوض، اخلص وارمي في الحوض. لما هخلص والاقي جريمه، انا مش عايزه اقول لا جريمه، جريمه في حق الحوض وحق المطبخ وحق اللي بيحصل فيا ده والله. الحمد لله. استنى ما اشرب بق ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ابو زياد النهارده مش معانا، لا في اليوم اللي انا بكلمكم بسجل فيه فويس، مش اللي انا مصوره فيه الفيديو، لا اللي انا مصوره في الفيديو كان ابو زياد معانا. لكن دلوقتي حاليا اللي انا بتكلم برغي معاكم فيه ده لا ابو زياد مش معايا، فما عملتش عرق سوس. فلما شفت نفسي بنقع العرق سوس ريقي جري على العرق سوس. بس هخلص معاكم الفويس اوفر بقى واقوم بعدين اعمل العرق سوس. الملوخيه بقى اللي ماما مديهاني دي كان اللي حازم جايبها من الصعيد، مش اللي ماما عاملاها، فخشنه قوي. انتوا لو شفتوا الفيديوهات عندي اللي احنا نزلناها وماما بتعمل الملوخيه، لا ماما عملتها بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي، كل ده عصيان. لو طبختها كده يا خراشي اللي هياكل معلقه ملوخيه هتخش في لسانه. مليانه عصيان، بس هي ناشفه. بقيت افركها كده وبعدين انزلها بقى من المصفى، بقت جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة بقى بتبقى صايمة، بتبقى عايزة، شفتوا الايه يا اخوالي انا صايم. شفتوا اللي هو فؤاد المهندس؟ اي جنة بتبقى كده عايزة لسان عصفور. يا ماما انا عايزة اعملي لسان عصفور، ما بحبش ازعلهم عشان صايمين، فاللي بيطلبوه بحب ان انا دايما اعمله لهم يعني. ليه بعمل عصير مانجا وسفندي؟ لان علي يعني بيفضل اللي هو الايه السفندي والبرتقال والجزر، والمانجا بيقول لي بتعمل املاح وحموضه، لكن جنة والعيال عايزين مانجا فبعمل لهم ده وده كده وكده يعني. ده بيتشرب وده بيتشرب على مدار اليوم بعد الفطار يعني. ارحمكم الله.
الملوخيه بقى انا خدت شويه مرقه من اللي انا حطاهم على النار دول، اللي كنت حاطه فيهم طماطم مع شويه مرقه اللي كنت سايباهم ساقعين، وقلبت بيهم الملوخيه الاول على البارد، خليتها معجون زي اللي بنجيبها من بره كده خلاص. وبعدين حطيتها على الايه، على المرقه، قلبتها بقى كده، بتبقى سهله معاكي، بتتقلب بسرعه زي الملوخيه الجاهزه. حطيت بقى معلقه سمنه، حطيت معلقه توم كبيره، وهنعمل بقى الايه، الطشه بقى الجميله دي. الله اكبر، الله اعظم، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الطشه الجميله يا ولاد؟ عملت الطشه اهو، وكده يعتبر الفطار بتاعي جاهز. كده المغرب أذن، انا صبيت العصير اهو، المغرب أذن، هنروح بقى نفطر ونصلي المغرب، ومش هغرف غير لما نفطر ونصلي المغرب، ويومنا كده خلص. بالنسبه لكم انتوا كده كل يوم الفيديو بيخلص على كده، ان احنا في الدقيقه 16. تتخيلوا بقى ال 14 دقيقه الباقيين او ال 15 دقيقه الباقيين هيخلصوا في ايه؟ انتوا متخيلين ولا ما انتش متخيلين؟ انا هفطر، وفطرنا الحمد لله، وصلينا المغرب، وهغرف اهو، هغرف الاكل. وكان عندي بقى ان انا بس انا كنت مخلصه مونتاج الفيديو، هسيبه لكم يحمل، وهقوم بقى اصلي العشاء والتراويح الاول، وبعد العشاء والتراويح هتشوفوا بقى اللي ايه اللي هيحصل بقى، يعني اللي هيحصل خلاص. كل الكواليس اللي جايه دي بقى انتوا ما بتشوفوهاش كل يوم، انا بعملها مع نفسي، بس حبيت اوريها لكم النهارده بقى علشان ايه، تعيشوا معايا اليوم كده، وتعيشوا معايا اللحظه، وتعرفوا ان مش انتوا لوحدكم، انا كمان معاكم والله في الخير انا معاكم، راكبه القطر معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غرفنا الحمد لله، الفراخ مستويه وجميله، والرز والملوخيه واللسان عصفور الابيض اللي جنة عاملاه دوت، وشويه السلطه بتوعه جنة. بس كده كده اليوم اللي هو اللي بينتهي كل يوم كده اليوم انتهى. تعالوا بينا بقى نعمل اللي بنعمله بقى ايه كل يوم. شلت طبق الغسيل على دماغي، واتكلي على الله يا حاجة، روحي نشري الايه الغسيل بتاعي. ودي اول الحاجات، ومينفعش كده ادخل الجنينة من غير ما اتفقد الزرع. ابو زياد ربنا يديله الصحة عامل ومظبط وكده، بس انا بحب الزرع، انا بحب الزرع، بحب انزل كده ابص اشوف ايه الجديد، ايه اللي باظ، ايه اللي حلو، ايه في نباتة جديدة طلعت كده. انا بحب الحقيقة، روح بيخلي فيه روح كده والله يا جماعة. ليه ما نشرتش بره في البلكونه؟ لان الدنيا ليل، وانا بالليل مش بنشر بره في البلكونه، انا بنشر بالنهار بس، فبالليل بنشر هنا. اصحى تاني يوم الصبح الاقيه ناشف، الاقيه اتشمع، احسن ما اسيبه كده لحد تاني يوم. وبكره اللي بالنهار بقى انشر بره، لان انا جيت من البلد الغسيل لما روقت الشقة بقى، الغسيل اللي بيطلع كله من ترويق الشقة وبعد الفرش والحاجات دي، ترويقة العميقة للشقة، كل الغسيل اللي طلع وسخ زي ما هو، لان انا سافرت وما لحقتش اغسله فسيبته بقى، فبقيت اغسل بقى كل شوية، عمال اغسل. بس الغسالة بقى مغلباني وبايظة، يعني ايه، لما بحط دفاية بتشرب مية وتقيلة، مش بتعصرها، يعني كبيرها تعصر الهدوم العادية، لكن لما احط جاكيت تقيل او دفاية تقيلة ما تعصرهاش. المهم بقى اكلم فبتخليني اكسل على ان انا اعمل الحاجة التقيلة، لاني لما بعملها مش بتصفيها، مش بتعصرها. كلمت الضمان بقى النهاردة واشوف يجولي ان شاء الله باذن الله. وادي هرم، وادي الجريمة اللي في حق المطبخ وحق الحوض وحقي والله شايفين الهرم ده؟ انا فضلت اكتر من ساعة اغسل مواعين، اغسل وارص، اغسل وارص، اغسل. طلعت منين المواعين دي؟ انا داخله المطبخ ما كانش فيه مواعين كتير والله، حاجات بسيطه بقى بس مش كتير، بس ما كنتش بغسل بقى، اعمل واحط ورايا في الحوض، اعمل واحط ورايا في الحوض، اطبخ واحط ورايا في الحوض. حتى بص كوبايه العصير والتمر والشاي واطباق السلطه وكل حاجه، كل حاجه، والمعالق اللي طبخت بيها وكل حاجه. هما انتوا فاكرين دول بس؟ لا، ماما خافية كان اعظم. ده انا ما ابتديتش تصوير معاكم كمان غير لما بعد لميت المواعين ومليت الحوض كده، ما مرضتش اخدكم بس من شكل المطبخ. شكل المطبخ كان ايه يعني، حالته صعبة صراحة، يعني الراجل كان يستغيث،
المطبخ كان يستغيث من اللي كان فيه. انا سرعت بقى طبعا مقطع غسيل المواعين لانه خد معايا ساعه. بصوا ما خلصناش وكده نستكفى على كده، ما نستكفاش اهو. املي الحوض تاني، بقيت افضي واملى وافضي. مش اخر مره، ما تفتكروش ان دي اخر مره، لا 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 لا. انها المواعين يا ساده، انها المواعين بتتكاثر وما بتخلص، ما بتخلص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب العالمين، يا رب العالمين. اجعله كله في ميزان حسناتنا، واجعله كله كده رفع بال عن بيتنا وعن عيالنا، واجعله يا رب في ميزان حسناتنا وفي صحتنا، ونفضل دايما نعمل ويفضل الخير عندنا ونفضل بصحتنا ونفضل نعمل. اللهم امين يا رب العالمين. انا بهزر والله، كل ده خير ونعمة من عند ربنا، والحمد لله ان احنا عندنا صحة بنعمل، وبناخد على كل حاجة بنعملها ثواب كتير جدا جدا جدا. انا منزله فيديو امبارح على الفيسبوك بيقول لك يعني اكتر حد مأجور في الصيام، فيما معناه يعني ان اكتر حد مأجور في الصيام اللي بيجهز الفطار للصايمين. فالحمد لله الحمد لله. العيال بيجروا ورا بعض، ما علينا. انا طبعا خلصت الحوض لما اتملى، ما خلصناش الحوض هيتملي تالت. هلم بقى كل الحاجات دي. هنا كانت جنة رؤى عايزاني اغرف لها كنافة في الاطباق اللي انا كنت عاملة فيها الكنافة. يا بنات اسكتوا شوية. غرفت لها بقى طبق كده، هي مزاجها تاكل في نفس الطبق اللي كان معمول فيه كنافة، بس طعمها حلو والله. هنا بقى طبعا البتاع دي اسمها الملوخية، عشان خشنة، فانا مش هسيبها كده، لان اوقات ببقى ملخومة وببقى محتاجة بسرعة كده اعمل الاكل بسرعة. فهعملها كلها، انخلها كلها وانزلها كلها من المصفى عشان تبقى جاهزة على الشغل على طول، عشان حتى لو انا مش موجودة وعلي حب يعمل مش هيجي في باله ان هو لازم يعملها كده، فهيعملها بالعصيان. هي فيها عصيان يعني، مش خشنة، لا هي فيها عصيان، هم منشفينها بعيدانها. يعني احنا مثلا لما ماما كانت بتعملها بنقطفها، بنغسلها وبعدين نقطفها وبعدين ننشف الورق بس، فحتى لو خشنة فهي فيها ورق. لكن هنا لا، هم منشفينها بحالها، ولما نشفت فركوها بحالها كده، ففيها عصيان كده طويلة طول الصباع كده. فبقيت ان انا افركها بقى كده وانزلها كلها من المصفى دي واسعة شوية عشان تبقى جاهزة كده، واشيلها في البرطمان جاهزة. انا موجودة، علي اللي هيعمل، زياد اللي هيعمل، جنة هتعمل، تبقى الحاجة جاهزة عنده. وده كده بيسهل عليك الشغل والله، يعني التجهيزات دي بتسهل عليك الشغل. بسم الله ما شاء الله. بعد ما عملتها بقت جميلة وناعمة وجميلة اهو. شلتها بقى، مليت لي ما شاء الله 3/4 البرطمان اهو، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بس هشيلها بقى كده في الترولي تبقى جاهزة على طول. ولمي مواعين تاني، يلا ودي في الحوض يلا ودي، يلا روحي ودي يلا. انا من ساعة ما روقت المطبخ الترويقة العميقة سافرت بعدها على طول، يمكن يعتبر ما طبختش فيه ولا حاجة، او ممكن طبخت فيه مرة واحدة بس قبل ما اسافر، وبعدين سافرت يومين، وبعدين جيت طبخت فيه السحور والفطار زي ما قلت لكم، وده تاني فطار هطبخه فيه. فقلت بقى لا، المطبخ عايز تنظيفة عميقة، لان كمان الارض ابتدت تتوسخ وتتبهدل. فهشيل بقى الاكل اللي باقي من الفطار، ينفعنا بكرة ان شاء الله باذن الله، نزود عليه حاجات بسيطة وينفعنا بكرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. باقي وركين من الفراخ، بصوا فرخة واحدة بصوا قضتنا وكفى منها وباقية، عشان بتقولي الاكل مش بيقضيكم وانتوا بتطبخوا شوية اكل صغيرين. لا والله احنا الحمد لله يعني الاكل بيقضينا وبينفيض. انا بعمل على القد، لاني لما بيتبقى اكل تاني يوم مش بياكلوه قوي، مش بيحبوا ياكلوه قوي. العيال كلها عايزين اكل صابح في صابح، فعشان كده بعمل حاجات بسيطة القد على قد. والمرة التانية ابيت بقى بوتجازي، المرة التانية النهاردة اهو اغسل البوتجاز اهو، شفتوا؟ ابيته بقى نظيف عشان اصحى تاني يوم المطبخ كده بوتجاز نظيف، حاجة نظيفة، حتى لو اتأخرت يبقى الحاجة حلوة.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مسحه كده حلوه بعد الاكل، ما يغلبكيش بقى في الغسيل. انا غليت الملوخيه فعشان كده ايه سبتها تبرد. وهنا هرم سكاره يا جماعه، هرم سكاره يتحدث. شايفين الهرم؟ مين اللي غسل المواعين دي كلها؟ انا اللي غسلتها. والحوض مش فاضي، بس الحوض فيه مواعين قد ايه. دي المره الثالثه الحوض يتملي. انا نفسي اعرف المواعين دي بتيجي منين، نفسي اعرف ايه دي المواعين دي كلها. على رأي امي الفقر حلو. احنا لو عندنا طبق واحد وحله واحده كان زمانهم هم اللي بتغسليهم وتطبخي فيهم، ما كانش بقى عندك مواعين، صح؟ اهو يلا، اللهم لك الحمد يا رب على نعمك علينا. انا دلوقتي كانت الساعه بقت 12 ولا حاجه. قعدت ساعه في المواعين، قعدت نص ساعه لما عملت الملوخيه ولا حاجه. كل حاجه بتاخد وقت. وبعدين بقى لما رصيت المواعين ولميت المطبخ تاني اخدت يجي ساعه. انا مخلصه شغل 12:30 1. لا الموضوع مرهق يعني، بياخد وقت. لو كان على شويه مواعين بس هتغسليهم بعد الفطار، انا بعمل اوقات كتير بعمل كده يعني. لكن في اليوم ده انا لا، عملت شغل كتير يعني. اغسلي المواعين اهو. الحوض اتملى للمره الثالثه، مش عارفه بقى هيتملي للمره الرابعه ولا لا، بس شكله هيتملي. شكله كده هيتملي للمره الرابعه. المهم غسلت بقى شويه المواعين دول كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الجو برد عندكم ولا لا؟ قولولي. الجو عندنا برد قوي. اول ما مر 30 سنه او اقل من 30 سنه ورمضان جه في الشتاء تاني. بس دلوقتي انا لما رمضان المره اللي فاتت اخر مره جه في الشتاء، كنت انا قد ولادي كده. كنت لسه 10 سنين 11 سنه من 20 سنه، خلينا نقول 20 سنه. ورمضان جه تاني 22 سنه، ورمضان بيجي كل مره في الشتاء. دلوقتي انا احساس يعني مش عارفه اوصفه. هل العمر جرى بينا؟ هل كمان 20 سنة زيهم كده لما الشتاء رمضان يلف ويرجع تاني، ونكون ولادنا بقى هم بقى الأمهات وأبهات، والشتاء يجي عليهم ويقولوا لولادهم احنا كنا صمنا في الشتاء كده؟ هنكون احنا موجودين ولا لا؟ جيل بيسلم جيل. ربنا يحسن خاتمتنا يا رب، ويا رب ما تموتناش الا واحنا مسلمين. اللهم امين يا رب العالمين، ويحسن خاتمتنا جميعا يا رب. رصيت المواعين تاني. والحوض كده يعتبر خلص الحمد لله. هل هيتملي تاني؟ مش عارفه، مش عارفه لسه. اعصر بقى الايه الصفايات دي. عايزه اجيب صفايه، بفكر اجيب اللي هي بتاعه ايكيا، عارفينها اللي هي ايكيا شبه المطبقيه كده مجلفن. بصوا هو الحوض اتحط فيه الصينيه بتاعه الفراخ، بس انا جيت اغسلها لقيتها جامده عايزه تتنقع، فهنقعها للصبح يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. فانتوا قولوا لي اجيب الصفايه اللي هي بتاعه ايكيا، هي دورين كده استانلس مجلفن. بس مش عارفه هل هي عمليه ولا لا. حد يقول لي مجربينها ولا لا، لان هو مش هتكفي المواعين على فكره يعني. انا اللي مخليني اني مش عايزه اجيبها ان هي مش هتكفي المواعين يعني. انا الرخامه دي كلها والفطين دول وكان عليها هرم سكاره من المواعين، فالمطبقيه دي اللي هتكفي يا جماعه. بس هو ده اللي مخليني مش عايزه اجيبها. هكنس بقى الايه الحافظه كده بالمكنسه. احلى حاجه في بديل السجاد ده يا جماعه ان هو شكله حلو ولطيف وجميل، وفي نفس الوقت ماسك في الارض، لابت في الارض مش بتحرك. انا كنت فرشه السجاده هنا، كان كل ما حد يجي يدخل تروح واخداه وجاريه. لا ده ما شاء الله لابده في الارض. كنست بالمكنسه واديتها تنفيضه برضو حلوه كده، وهلمها وهدي كنسه حلوه برضو للمطبخ كده، لان انا برضو لقيت الحواف حوالين المطبخ مش نظيفه،
ما بين المطبخ والسجادة اللي هي الحواف السيراميك اللي باينة مش نظيفة، فبتخلي الحافظة تتبهدل شوية. فهكنسها كده بالمكنسة وهمسحها بقى مسحة حلوة قوي بالمية السخنة كده والكلوريكس. اخليها كده نظيفة. انا هنا كان شفطت كل حاجة واي بواقي اكل داخلة تحت الايه، تحت المطبخ. همسك كده المية وهي نظيفة، انا حطيت فيها كلوريكس وهي مية سخنة. الارض وهي الموب وهو نظيف، هدي كده تلميعة خفيفة للضلف عشان ايه، كان فيها لقيت فيها حاجات واقعة كده بسيطة. اللي هي دي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مسحة بقى حلوة كده للأرضية وتحت ضلف المطبخ، حلوة قوي كده زي الفل كده. الواحد ايه حس بانتعاش، بس كنت تعبت بقى وظهري وجعني بعد ما خلصت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. شفتوا بقى دي التفاصيل والكواليس ما بعد الفيديو اللي كل يوم بنهلكوا الفيديو وانا بقول لكم باي باي انا عملت الاكل كده انا خلصت. لكن خلف الكواليس بقى بتبقى نفس الايه الحاجات دي، بس في اوقات مش بيبقى في مواعين كتير كده، لان ما بيبقاش في مثلا ببقى انا فاضيه او بيبقى في وقت، فبغسل ورايا اول باول. هفضي بقى كده بصفة الزبالة كمان اعزكم الله، ومش هبيتها في البيت، هطلعها اخلي زيادي ايه يرميها بره. انا سبت الايه الارض تتهوى كده شويه تهويه خفيفه كده على ما اشيل الحاجات دي عشان تبقى بايته نظيفه كده. وبعد ما جفت كده وحسيت ان هي نشفت، هفرش بقى الحافظه. وما عدتش ببخر بالنهار، يعني انا حاسه ان هو بدل الحاجه ما فيش دخلت في حلقي خلاص يعني. بس نتقي شر الشبهات. ناس قالت البخور بيفطر بالنهار وناس بتقول لا، بس ما هيش مشايخ كلها تعليقات، انا ما سألت الشيخ. فلو حد فيكم سأل شيخ هل البخور بيفطر ولا لا يقول لي يعني، لان انا يعني بحب اخد يعني عادي. احنا كلنا بنتكلم، في ناس بتقول حرام وفي ناس بتقول حلال، فعادي. بس انا خلاص بدل الحاجة دي فيها كلام خلاص بقيت ابخر بعد الفطار احسن يعني. حتى كنت روقت كده. بصوا بقى هنا الحتة دي تعتبر مع المطبخ بتتبهدل زيها زي المطبخ. بيبقى فيها بواقي اكل يعني وفرافيت وحاجات، فكنستها برضو كده كنسة خفيفة وشغلنا البخور وكده. الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.